الهايوكا قاهر النرجسي وكاشف الأقنعة النفسية. في عالم العلاقات الإنسانية المعقد يظهر نمط نادر من الشخصيات يطلق عليه اسم الهايوكا هايوكا، وهو مصطلح يعود إلى ثقافات السكان الأصليين في أمريكا الشمالية، حيث كان الهايوكا يعرف بالمهرج المقدس الذي يقول الحقيقة من خلال التناقض والسلوك غير المتوقع. لكن في علم النفس المعاصر اكتسب هذا المفهوم بعدا جديدا، خاصة عند الحديث عن علاقته بالشخصية النرجسية، حتى بات يعرف بقاهر النرجسي. أولا، من هو الهايوكا؟ الهايوكا ليس شخصا ساخرا عاديا أو محبا للفوضى، بل هو فرد يتمتع بذكاء عاطفي حاد وقدرة عالية على قراءة مشاعر الآخرين والتقاط تناقضاتهم النفسية دون عناء. غالبا ما يكون شخصا مر بتجارب قاسية وصدمات نفسية صقلته بدل أن تكسره، فحول الألم إلى وعي. من أبرز صفات الهايوكا حدس قوي يجعله يرى ما خلف الكلمات، سلوك غير متوقع يربك الآخرين، قدرة على عكس تصرفات من أمامه دون وعي مباشر، هدوء داخلي وثبات نفسي رغم الفوضى الخارجية، حس فكاهي عميق يستخدمه كسلاح لا كقناع. ثانيا، الشخصية النرجسية ولماذا تخاف من الهايوكا؟ النرجسي يعيش على التغذية النرجسية، الإعجاب، السيطرة، الشعور بالتفوق وإخضاع الآخرين نفسيا. يعتمد في ذلك على التلاعب، قلب الحقائق، وإضعاف ثقة من حولهم بأنفسهم. لكن عند لقائه بالهايوكا يحدث خلل خطير في منظومته النفسية، لأن الهايوكا لا يتأثر بالاستفزاز، لا يمنح النرجسي ردود الفعل التي يتغذى عليها، يعكس سلوك النرجسي عليه بهدوء فيجعله يرى نفسه دون أقنعة، لا يدخل في صراع قوة بل ينسحب أو يربك بابتسامة أو صمت. وهنا يشعر النرجسي لأول مرة بأنه مرئي لا مسيطر، فيدخل في حالة ارتباك دفاعي قد تصل إلى الغضب أو الانسحاب. ثالثا، كيف يهزم الهايوكا النرجسي؟ لا يهزم الهايوكا النرجسي بالمواجهة المباشرة، بل باللامواجهة الذكية. سلاحه الأساسي هو الوعي، ومن أدواته الانعكاس النفسي. يتصرف مع النرجسي بنفس الأسلوب الذي يستخدمه ولكن دون عدوانية، فيشعر النرجسي فجأة بعدم الارتياح لأنه يرى صورته في الآخر. كسر التوقعات، النرجسي يتغذى على ردود فعل متوقعة، غضب، خوف، تبرير، بينما الهايوكا يرد بردود غير متوقعة تماما. الصمت الواعي، الصمت هنا ليس ضعفا بل رسالة قوية، أنا أسهمك لكنك لا تملك علي سلطة. الفكاهة الكاشفة، الهايوكا قد يفضح التناقض النرجسي بنكتة ذكية أو تعليق عابر دون اتهام مباشر. رابعا، لماذا لا يستطيع النرجسي السيطرة على الهايوكا؟ لأن الهايوكا لا يبحث عن القبول، لا يخاف من الرفض، يعرف قيمته دون حاجة لتأكيد خارجي، يرى التلاعب فور حدوثه، وهذا أخطر ما يواجهه النرجسي، شخص لا يمكن السيطرة عليه نفسيا. خامسا، هل كل شخص قادر على أن يكون هايوكا؟ ليس بالضرورة. الهايوكا ليس دورا يتعلم بسهولة، بل حالة وعي تنشأ غالبا بعد صدمات عاطفية عميقة، علاقات مؤذية طويلة، عمل داخلي صادقا على الذات، شفاء نفسي حقيقي لا إنكار فيه. لكن يمكن لأي شخص أن يقترب من طاقة الهايوكا عبر رفع الوعي الذاتي، وضع حدود صحية، التوقف عن إرضاء الآخرين، فهم ديناميكيات التلاعب النفسي. سادسا، رسالة الهايوكا الحقيقية، الهايوكا لا يسعى لتدمير النرجسي بل لكشف الحقيقة. وجوده في حياة النرجسي غالبا ما يكون نقطة تحول، إما بداية وعي مؤلم أو انسحاب عدواني، وفي كلتا الحالتين يكون الهايوكا قد أدى دوره، كسر الوهم دون أن يفقد إنسانيته.